تخيل اللي وصل لنا في 2026 فيلم صدمة. هتضيع ساعتين من وقتك على الفاضي. انا معرفش هو ساعتين ولا اكتر او اقل، بس هتضيع وقتك على الفاضي وفلوسك على الفاضي. ونصيحتي ليك بلاش تتفرج على الفيلم انت مع اهلك خالص. هتدعي عليا وتدعي على كل الناس اللي عملوه. فانا الحمد لله ما شفتوش، يعني انا ما اتفرجتش على الفيلم. وانا بحكي عن الفيلم اصلا سفروت مش مهتم بالموضوع ومغطي ودانه. حتى سفروت مش مهتم. جدع سفروت والله، ربنا يهديه كده. انصحك ما تشوفوش لانه ملوش اي عازة ومش فاهم صناع المحتوى بتاع الفيلم دوت عايزين يوصلوا لنا ايه. بما ان السينما ليها دور كبير في انها يعني بتسبب الوعي للناس سواء بالايجابي او بالسلبي، يعني سواء بتنفع او بتضر. لو شافوا مثلا فيلم حرب او فيلم دفاع عن الوطن الناس كلها بتشجعه وبيحبوا الوطن اكتر. فيلم مثلا دراما بيساعد الناس على المشاعر مثلا والكلام دوت، الناس تبقى جدعة مع بعضيها، تبقى كويسة مع بعضيها، الناس تعمل خير. زي ما كانوا عاملين افلام هابطه كده اللي هي زي الالماني وعبده موته، فده اثر على الشعب، اثر على الاطفال، اثر على الجيل، خلى الجيل كله عاملين نفس قصة الشعر بتاعته، نفس الستايل ونفس اللبس. فيلم كل شويه يلاقي التيشيرت بتاعه ويرقص وبتاع. فبعدها نزل فيديوهات للناس، فيديوهات للشباب دول يعني على النت نفس الفكره. قالعين تيشيرتات وبيرقصوا على الكورنيش وماسكين السلاح برضو كده. فانتوا بتعملوا ايه؟ يعني انتوا بتصدروا الفيلم دوت عايزين توصلوا ايه؟ عايزين توصلوا ايه للشعب؟ عايزين الشعب يعمل ايه؟ عايزين البنات تلبس ايه؟ عايزين الشباب يتكلموا ازاي؟ ايه الايحاءات ديت؟ بجد مش مصدقين ان دوت انتاج سينما، يعني المفروض سينما وفيها رقابه، لكن ده مش انتاج سينما، ده انتاج مش عايز اقول انتاج ايه يعني، بس مش فيلم خالص، مش فيلم نتشرفوا بيه قدام الناس. وبنرجع نزعل لما الناس اللي هم من دول بره سواء العرب الخليج او غير الخليج لما بيتريقوا على مصر، يقول لك مصر بص افلامها عامله ازاي، وبلد الرقصات وبلد الهلس وبلد وبلد وبلد. اه كل بلد فيها العيب وفيها الوحش وفيها الحلو، بس البلدان بره عندهم حركة ذكية جدا، يعني بيصدروا الحاجة الحلوة بس مش الحاجة الوحشة. احنا بقى العكس، بنصدر الوحش، بنصدر المهرجانات، الإيحاءات والهلس والهبل والكلام دوت، ده اللي احنا بنصدروه. وبنرجع نزعل لما يقول لك ايه، بدل ما يقول لك بلد الفراعنة يقول لك بلد الرقصات وبلد وبلد. طب احنا بنعمل في نفسنا كده ليه؟ انا مش فاهم. بيبوظوا الجيل ليه؟ برضه مش فاهم. بدل ما يعملوا فيلم تاريخي ولا فيلم عن الحرب، لا بيسترخصوا فبيجيبوا الممثل الفلاني والممثلة الفلانية ويلا كلمتين إيحاءات وهلس وهيطلع ترند. هو فعلا طلع ترند للأسف، بس كلهم بينتقدوا في الفيلم، محدش بيشجع الفيلم على أي حاجة خالص، محدش بيقول الفيلم كويس، لا من ناحية التمثيل ولا من ناحية الفكرة ولا من ناحية القصة ولا من ناحية الهدف. الرقابة يعني كانت بتقدم بلاغات في اللي هم صناع المحتوى التيك توكر وكده، بيقدموا حاجات بتدمر يعني القيم الأخلاقية للمجتمع المصري. طب الفيلم دوت فاد المجتمع المصري في إيه والقيم في إيه؟ في ناس كتير شايفين ان الفيلم غلط، فدي حاجة كويسة ان في ناس كتير عندها وعي، بس للأسف الشباب هم اللي ما عندهمش وعي. الجيل الصغير دوت بيتفرجوا على أي حاجة وخلاص وبيقلدوا. في مؤتمر صحفي يعني لصناع الفيلم وكذا حد سألهم يعني الإيحاءات دي شايفها عادية؟ فواحد رد عليهم، معرفش ده مخرج ولا مؤلف ولا منتج ولا أيا يكن هو إيه، قالوا الإيحاءات ديت احنا بنقولها مثلا لو انت قاعد مع أصحابك أو قاعد معرفش مع مين، بتقولها يعني كده في حاجة شخصية، يعني اللي هو انت وصاحبك، انت مثلا ومراتك، مش عارف ايه، بترموا كلمة كده ترموا كلمة كده، فانت بترد على نفسك. يعني انت دلوقتي عامل فيلم الإيحاءات دي بيتقال في قعدة شخصية، لكن انت منزله على علن عادي كده، اللي هو تفرج الشباب اللي احنا جامدين وعندنا إيحاءات وبنقول جمل جامدة، وبتعلمهم الزبالة، يعني بتعلمهم الجمل ملهاش أي لازمة خالص. صحفي بيسأله سؤال يعني هو بيرد عليه بيقول له ده فيلم رومانسي. أنا مش شايف أي رومانسية في الفيلم خالص، هو مجرد إيحاءات ورقص وقلة أدب وهلس. وارجع لكم انا ما اتفرجتش على الفيلم الحمد لله، بس من المقاطع اللي بتنزل على النت سواء على التيك توك او كده او حد بينتقده فبتظهر قدامي الفيديوهات ديت، فبشوفها يعني بسمع هو بيقول ايه ولا بيتكلم في ايه الشخص الناقد دوت. مناظر مش حلوة خالص في الفيلم، يعني حتى لو في رومانسية، الرومانسية المعتودين عليها في الأفلام أو في السينما بتكون رومانسية كلام. مثلا فيلم رومانسي مع كوميدي، فيلم رومانسي مع دراما، فيلم رومانسي مع أكشن، بيكون في ميكس باحترام بأدب. مش أول مرة نشوفه أفلام رومانسية احنا، تمام؟ فهو بيقارن بيقول لك احنا بنتفاعل مع الحب ورومانسية حتى لو كان مش عارف إيه في أمريكا. أنت بتقارن أمريكا بينا؟ يعني أنت بتقارن دول الغرب بينا؟ دول الغرب عندهم الكلام ده عادي، سواء اللبس بتاع الممثلة اللي كانت بتمثله دوت لو ماشي بيه في الشارع بره عادي، لكن مش عادي عندنا في مصر. مش الطبيعي في مصر إن أنت تبقى ماشي وتلاقي مثلا واحدة لابسة كده أو واحد بيقول لواحدة كده في الشارع. حتى لو الكلام ده بيحصل بيكونوا في البيت، يعني حاجة خاصة خالص، ما ينفعش ننزل في فيلم. فالظاهر كده هم فشلوا في الدراما فلجأوا إلى الرخص، يعني ما كانش عندهم ماديات اللي هم يعملوا فيلم كويس بإمكانيات كويسة، فلجوا الرخص، يبقى يلا إيحاءات بقى ورقص وهلس وقلة أدب عشان ينجح معانا. وللأسف هو نجح يعني بفشل، نجح بانتقاد للأسف. يعني صناع الفيلم دوت بيراهنوا على غريزة المشاهد مش على عقله.
يعني هما بيحركوا غريزتك اللي جوه، مش بيشغلوا عقلك او مثلا يحترموا عقلك، لا مش محترمين عقلك خالص. يلا هو بيتعاملوا معانا اللي احنا بهايم او اللي احنا مش بني ادمين، فاللي يحطوا ايحاءات او مناظر دي عشان واحد يتفاعل يقول لك واو، بص الحركه، بص الجمله، بص المنظر، بص اللبس. تمام، مش محترمين عقل المشاهد خالص للاسف. يعني لو في فيلم مثلا في فكره او في دراما او حاجه زي كده هحترمها واخلص الفيلم واسقفه وابقى مبسوط جدا. تمام، مع ان انا بحب اتفرج على افلام بس بالمنظر دوت. والله بقالي فتره كبيره، ممكن داخل في كام سنه مش بتفرج على افلام مصريه الا نادرا جدا جدا جدا، يعني بسبب اللي انا بشوفه دوت، الاسفاف اللي بيحصل والهلس اللي بيحصل دوت. مش بيحترموا عقل المشاهد خالص، هم شغالين بس على غريزه، سواء غريزه بقى البلطجه او غريزه الهلس، الايحاءات اللي بتحصل في الفيلم. فانا مش فاهم، هم ما كانش عندهم حد يكتب الفيلم مثلا، يتعب في الفيلم كده يكتب سيناريو حلو؟ هم كتبوا سيناريو بس ممكن بتاع 10 دقايق ربع ساعه، والباقي سابوه للكاميرا كده، اللي هو ايه، يلا الكاميرا شغاله وانتوا اعملوا اي حاجه، حلسوا بقى. عندك جمله حلوه ايحائيه قولها، وانت عندك حركه فيها دلع ليها، مشيناها كده. انا هحط الفيديو اللي هو بتاع المؤتمر الصحفي دوت عشان اوريكم الكلام، عشان ما حدش يفكر انا جايب الكلام من عندي. هحط الفيديو وشوفوه هو بينتقد نفسه. طيب يا استاذ طارق، لما بيتقال ان ده عط والمكنه جابت زيت، وواحده بتقول لملك ده جالك حيحان ومهرتل، وستات بتحشش في البيت، هل ده مفهوش جرأة وهل ده هيناسب فئة المجتمع اللي انت قاعد فيه؟ دول مبروك طبعا على الفيلم، وان شاء الله يكسر الدنيا. انا هشام السيوفي، رئيس قسم الفن في اخبار اليوم. كان عندي سؤال لكل صناع العمل: هل الفيلم ده معمول لكوميونتي معين، كفئة معينة يعني انتوا بتخاطبوها؟ اولا الفيلم ده العائلات او الناس اللي فيه مش شبه ناس كتير في الشعب المصري او موجود في البلد دلوقتي، فده كوميونتي معين تاني خالص. استاذ طارق العريان كان بيقول ان الفيلم ما فيهوش اي جرأة. طيب يا استاذ طارق، لما بيتقال ان ده عط والمكنه جابت زيت، وواحده بتقول لملك ده جالك حيحان ومهرتل، وستات بتحشش في البيت، هل ده ما فيهوش جرأة وهل ده هيناسب فئة المجتمع اللي انت قاعد فيه؟ اولا تعالى نمسك بس الجزء الاولاني. تمام، والسؤال بس معلش انا اسف، هل انت شايف بعد عرض الفيلم ده مش هيتعرض لانتقادات؟ وهل الرقابة أجازت ليك أو حصل صعوبة ما بينك وما بين الرقابة عشان تجيز ليك السيناريو اللي مكتوب ده؟ شكرا. اولا احنا بنعمل فيلم رومانسي، الرومانسي ده ملوش فئة، يعني من جميع الطبقات هنقدر نتفاعل مع الفيلم. يعني انا لما اتفرج النهارده على فيلم اتنين في حارة شعبية انا ما اتفاعلش معاهم؟ احنا بنتفاعل مع الحب، لو حتى في امريكا، لو حتى في اي بلد. فده مبدئيا لما بنيجي نصنع الفيلم، لا مش صانعينه لفئه معينه، بس صانعينه لمين؟ صانعينه لكل الناس اللي عندها علاقات. مش كده من شويه قلت الاطفال يمكن ما يتفاعلوش معاه، يمكن ما يحسوش بده. تينيجر 14 15 سنه مش هيفهم ده. اما بالنسبه للجزء الثاني اللي انت بتتكلم عليه، احنا بنتكلم على يعني احنا المجتمع ده احنا بنتكلم، ممكن نتكلم كده في البرايفسي، ممكن نتكلم كده، ممكن نعمل كده. احنا بنحاول الفيلم ده لو ما فيهوش مصداقيه الفيلم ده مش هيوصل لنا، هنحس انه كده ايه من بره، فبنحاول نخليه حقيقي. لانه انت شخصيا اكيد وانت بتتكلم بتقول كلمات من دي، بتقول عط، بتقول حاجات من دي، متاكد، بس بينك وبين صحابك بالظبط. فاحنا النهارده بنعرض فيلم عشان يدي المصداقيه دي. بيقارن فيلم وبيقول لك مش لو كان في اتنين في احياء شعبيه معرفش ايه، هو بيقارن فيلم هابط بفيلم هابط. يعني الاتنين مش محترمين اصلا عقل المشاهد، سواء فيلم في حاره شعبيه فيها بلطجه زي الالماني مثلا، وطلع لنا جيل مش كويس الا من رحم ربي يعني، ودوت جيل في الفيلم دوت هيطلع ايحاءات، واتفرجوا على اللي هيحصل الايام اللي جايه وهتشوفوا. للاسف اللي هيقول الكلام دوت مش الناس اللي زينا في سننا، لا الاطفال اللي هم تحت ال 18 تحت ال 20، لان في منهم عقله بيبقى هو ايه، عايز يردد وخلاص، شاف حركه شاف جمله عايز يقولها وخلاص، فبالتالي هيقول زيهم، مش هيفكر دي كلمه عيب، دي ايحاء، ده ما ينفعش يتقال هنا، ده عيب. لا، انتوا فاهمين الجراءة غلط والله في التمثيل. الجراءة في التمثيل في الفكرة في الدراما، مش الجراءة في اللبس والإيحاءات. احنا المفروض نصدر فيلم الناس كلها تحكي عنه في الشجاعة وفي الجراءة وفي الجراءة الفكرية، مش بتكلم في الجراءة التانية. ده الأفلام اللي هي بتاعت زمان، مش زمان قوي، بس بتكلم اللي هي مثلا من 5 6 سنين أو أكتر شوية.
معلقة معايا لحد دلوقتي. يعني في فيلم أنا مش فاكر اسمه، الخلية متهيألي، بتاع أحمد عز وأحمد السقا، لحد دلوقتي كل ما يجي يشتغل قدامي بقعد أتفرج عليه، جميل جدا. إيه الفكرة اللي فيه؟ تمام، أكشن وحب وبتاع، ومفيهوش حاجة هلسة، ممكن حاجة في النص كده، حتة صغيرة مثلا في النص مثلا، ده لو فيه، عشان أنا مش فاكر الفيلم كويس، لكن مش الفيلم كله. حتى في ممثلة مش عايز أذكر اسمها إيه، ربنا يهديها، يعني كانت بتطلع تهلس كتير سواء على السوشيال ميديا أو في الأفلام. أنا مش فاكر الجملة بتاعتها بالظبط، بس كانت بتقول إيه، بالهلس اللي أنا كنت بعمله زمان أنا محرج أتفرج على الفيلم. فتخيل واحدة كانت زمان عاملة إزاي، تمام، والله أعلم هي دلوقتي ربنا يهديها بتنتقد الفيلم ومحرجة من الفيلم. فانت شوف انت وصلت لحد فين. يا رب تحترموا عقول الناس وتحترموا عقول الجيل اللي هو بيتفرج عليكم، وللاسف بياخدكم قدوه في حاجات كتير. اتمنى تبصوا للجيل وللشعب ان هم ناس محترمه وناس راقيه وناس بتفهم، مش مجرد احنا حيوانات عشان مشهد اتنين غرائزنا هتتحرك ونتفاعل مع الفيلم. انا اللي عجبني في ناس كتير كانت منتقده الفيلم ومش عاجبها الفيلم ولا اللي بيحصل فيه. يا رب يا رب يبقى اللي جاي احسن، واحترموا عقولنا شويه وبلاش الهلس دوت. هسيب لكم الفيديو اتفرجوا عليه بتاعه، وهو بيقول لك كلام عكس بعضه، وهو بينتقد نفسه، بيقول لك احنا بنخاطب جميع الفئات العمريه، وفي نفس الوقت بيقول لك احنا عارفين اللي هم الاطفال اللي هم تحت ال 18 او تحت ال 16 مش هيتفاعلوا مع الفيلم. طب انت ازاي بتخاطب جميع الفئه، وازاي اللي تحت دول مش هيتفاعلوا مع الفيلم؟ بالعكس دول هيشوفوا حاجه لو مش فاهمينها هيقلدوها وهم مش فاهمين. تمام. وده هرجع اقول لك مش فيلم رومانسي خالص، ده فيلم كله ايحاءات. واتمنى ترتقوا شويه وتحترموا عقولنا شويه، احنا مش حيوانات. احترموا عقولنا عشان نحترم فنكم. وقط يا عم.